والله يا جماعة، أنا سامع أخبار كده وشوية كلام من هنا ومن هنا، إن برشلونة عايز فان ديفين، وإن فان ديفين هيروح برشلونة ومش عارف إيه. والله يعني بصراحة صفقة زي ديت، يا برشلونة انسوا إن انتوا تاخدوها بصراحة يعني. يعني انتوا تخيلوا إن نادي برشلونة اتواصل بكل جدية عشان ياخد المدافع الهولندي، لكن الرد كان من إدارة توتنهام، كان بصراحة كان رد ذكي جدا، وكان رد سريع جدا. هم قالوا لهم كلمتين، قالوا لهم ان اللاعب مش متاح، وان اللاعب ليس للبيع. هم على طول ادوهم كلمتين، والكلمتين 100% صح. انا بصراحه شايف ان قرار الاداره ده بيوضح حاجه واحده بس، ان توتنهام بيبني مشروع فعلا حقيقي، وان مستحيل يفرطوا في ركيزه اساسيه في الدفاع زي فان ديفين، خصوصا بعد المستوى المرعب اللي عموما بيقدمه اللي هو فان ديفين في المواسم عموما، ان كان الموسم اللي قبل كده او الموسم اللي قبله. فلا، ده لاعب يا جماعه من الركائز الاساسيه في خط دفاع توتنهام. ففكره ان الاداره تبيعه، انسى، مستحيل. يعني بصراحه انا بالنسبه لي، انا شايف ان بعد عهد ليفي ده، وانا شايف ان الاداره ماشيه كويس جدا بصراحه. انا شايف ان توتنهام ماشي كويس جدا يا جماعه. يعني بصراحه يعني انا متامل خير ومتفائل خير ان شاء الله، انا وكل جماهير توتنهام ان شاء الله في الموسم الجاي باذن الله. فاكتبوا لي رايكم في الكومنتات كده، عشان برضو عايز اشوف ارائكم. لو فعلا كان فان ديفن هو المدافع فعلا المناسب لتوتنهام، ولا كان فعلا احنا كنا محتاجين نبيعه. ما تنسوش اللايك المتين والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.